يا مساء الفل، يا مساء الهنا، يا مساء السعادة على عيون الناس الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا كده معايا يا حبايب قلبي نشوف جبنا مع بعض ايه كده واحنا جايين من بره. جبت ايه يا شوشو؟ جبت معايا كده كيلو ونص من الجمبري ده، ومسكته غسلته كويس أوي من الرمل علشان بيبقى فيه رمل كتير جدا. فمسكته الأول غسلته ورحت جاية مظبطاه كده، ورحت جاية حاطاه في المصفى يصفى معايا على ما نعمل الحاجات بتاعته. حاجاته ايه يا شوشو؟ جبت معايا حبايتين طماطم كده قطعتهم صغير، وجبت معايا بصلتين، وجبت معايا قرنين فلفل برضو. كل الحاجات ديت مسكتها قطعتها كويس جدا تبع ما انت تحب، قطعة كبيرة قطعة صغيرة حسب ما انت عايزة. انا جبت الجمبري ده ازاي؟ انا كنت بره كده ابو مهاب خدنا خرجنا وخرج الولاد شويه وداهم الحديقه يلعبوا ويتهووا شويه وتمشينا شويه كده واحنا بره بنتمشى كده. لقيت قدام الجمبري ده، قلت لازم اجيب شويه جمبري كده اسلقه لهم بالليل واحنا قاعدين. هنا وانا بنضف في الفلفل كده لقيت قلب الفلفلايه دي وحشه، رحت جايه شايلاها طبعا كده منضفاها تاني عشان ايه الحاجه تبقى نضيفه معانا وحلوه. جبت ايه بقى وانا جايه من بره كده؟ جبنا الجمبري. انا هعمل معاكم الجمبري وشوفوا الفيديو الاخر الولاد كانوا بيعملوا ايه. اتبسطوا وقعدوا يلعبوا وهزروا، وكان ايه يعني خلاص الامتحانات داخله عليهم، وقلنا كده هنطلعهم يوم قبل دخلة الامتحانات كده، والولاد ايه ما يتعقدوش من الامتحانات وكده. تعالوا معانا بقى كده. جبت معايا حلة حطيت فيها شوية زيت وسخن معايا، لما يسخن كده انزل على طول بالجمبري اديله صدمة كده. طبعا احنا قلنا احنا غاسلين الجمبري كويس جدا. اخد الصدمة معايا كده من تحت، بروح جاية بقى مقلباه، واجيب معايا بقى الفلفل بتاعي والبصل بتاعي وبحطه، وكمان بديله تشويحة كده معانا واحنا شغالين. الجمبري ده ولا هو صغير ولا هو كبير، هو حلو كده ان انت تعملي كده بالشوربة كده وتقعدي تتسلي كده وانت قاعدة. جبت معايا كمان معلقة من التوم المتفرز في الفريزر، حطيتها كمان على الفلفل ونزلت بكل الحاجات بتاعتي ديت كده، والبصل والفلفل والتوم كده هشوح كله في بعضه، بحيث ان الجمبري خلاص هياخد معايا اللون اللي هو البرتقاني ده. اللون البرتقاني ده خلاص يعني هو كده خلاص اخد صدمة معايا. هنا على طول باستمرار كده معايا بالمعلقة بشوحه كده تشويحة حلوة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده تمام. تمام يا حبايب قلبي. اجيب بقى معايا ايه مجهزه بقى بهاراتك بقى اللي موجوده عندك. انا حطيت بقى بهارات سمك، نزلت معايا كده بشويه بهارات سمك وشويه فلفل اسمر صغيرين وشويه كمون وشويه كزبره. بس قبل ما بنزل بالحاجات دي طبعا انا كنت مجهزه معايا حبيتين طماطم برضو مقطعهم مكعبات كده عشان لون الشوربه بتاعتنا تبقى شكلها حلو كده. هتشوفوه معايا في الاخر. اديله برضو الطماطمية دي تشويحة كويس قوي. وطبعا معانا احنا قلنا البهارات بتاعتنا ومعانا الملح، هنجيب كل الحاجات دي ونحطها. هنا مهب بقول لكم ما تنسوش اللايك يا حبايبي. معايا هنا ايه بهارات سمك، كمون، فلفل اسمر والقراوره، حبهان. شكلي بقى تشكيلة البهارات بتاعتك كده وحطها كلها معاك، وشوية الملح كمان مش تنسيهم علشان ما يبقاش عادي يا جماعة. تعالوا بقى كده هنقلبه بقى في بعضه كده كويس جدا. شميت ريحة البهارات، تعالي بقى كده هاتي معايا كوباية مية او كوبايتين من المية كده، وهننزل عليهم اول ما ياخد بس غلوة كده وريحة البهارات تطلع معايا، اروح جاية مطفية عليه. الجمبري ما باخدش معانا سوا كتير يا حبايب قلبي، هو خلاص غير لونه يعني هو كده تمام استوى معانا. بس انا هنا هحط عليه كوباية مية كده وبعد كده هسيبه يغلي. هنا كمان حبيت اخليه سبايسي كده، الولاد قالوا عايزينه حراق يا ماما. رحت جايبه كده نص قرن شطه، ورحت جايه واخده منه بس ربعه عشان حامي جدا، ورحت جايه حاطه برضه مشوحه لهم كده. اتفرجوا على الفيديو كده معايا للاخر وشوفوا الولاد عملوا ايه واحنا بره ما شاء الله عليهم هبطوا من اللعب. وبعد كده قلنا يلا بقى نروح علشان نهتم بقى ايه، خلاص الامتحانات دخلت علينا. كل سنه وانتم طيبين، ربنا ينجح اولادكم واولادنا يا رب. جبت معايا كده كوبايه ميه اهي، اجيب كمان معايا شويه واروح جايه مغطيه بقى وسايبه بقى ايه يغلي مع نفسه. شايفين هنا خلاص غلى بقى كده. تعال بقى نطفي عليه ونجيب البولات بتاعتنا ونفضي فيه الجمبري بتاعنا. ايه رأيكم بقى؟ جبت كده لكل واحد بولة اللي هي بتاعت الشوربة دي، تبسيط الشوربة، وحطيتها وحطيت لهم الليمونة اللي قطعت الليمون شرايح كده، ورحت جايه حاطه لهم كل واحد طبق الجمبري بتاعه بالشوربة بتاعته كده تمام ومعاه معلقته. اتفضلوا بقى معانا يا حبايب قلبي. تعالوا بقى كده شوفوا الولاد عملوا ايه قبل ما نجيب الجمبري ده كده معانا واحنا جايين من بره. اول حاجه كده هنا بدأنا بيها، محمد ركبنا اللعبه دي علشان يتلهى فيها، علشان اخواته كانوا عايزين يركبوا العربيات
هو ركب هنا كده وانا فضلت معاه، وابو مهاب راح يركب الولاد اليمة التانية. هنا بقى محمد كان حابب اللعبة ديت قوي، بيحب كل ما نيجي نطلع بره الحديقة لازم يركب في لعبة البطوطة دي، عاجباه قوي ان هي بتقعد تلف كده وكل شوية يشاور لي ويقول لي حط لايك يا ماما، حط لايك يا ماما. قلت له حاضر يا حبيبي. هنا بقى خلاص تعال بقى نشوف الولاد بيعملوا ايه. الولاد هنا بيعملوا متسابقين كده مع بعض، هما بيلعبوا بالعربيات وكده. مهاب ركب واحدة ومراد ركب واحدة، وكانوا عمالين يلعبوا كده مع بعض شوية. ربنا يا رب يدوم عليهم يا رب الضحكة والبسمة يا رب، واشوفهم يا رب من الصالحين والناجحين يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اولادنا واولادكم اجمعين. انا هنا حبيت ان انا اسيب لكم الفيديو كده بطبيعته علشان تشوفوا كل حاجة. بس هنا وانا كده سايبه لكم الفيديو، حبيت ان انا اتكلم معاكم يا حبايب قلبي شويه، وهم الولاد بيلعبوا كده. انا بقى بقول لكم حبايب قلبي اتفرجوا على الفيديو كله كامل، وما تنسونيش باللايك والاشتراك عشان يوصل لكم مني كل جديد فضلا ليس امرا. حبايب قلبي اللي لسه ما اشتركوش عندي طبعا هيشرفوني وينوروني لو اشتركوا عندي في قناتي المطوره. هنا خلاص الولاد خلصوا اللعب، محمد خلص على اللعبه التانية والولاد خلصوا العربيه. اجوا هنا بقى هي على اللعبه ديت شويه، قعدوا يلعبوا هنا يمون، يعني اقول لكم قد ايه، ساعه او اكتر، لما الولاد كانوا خلاص هبطوا وجابوا ميه من كتر اللعب. وخلاص كده بقى خلصنا يومنا وهنروح بقى عشان نعمل اكلتنا الحلوه اللي احنا عملناها مع بعض في اول الفيديو، الجمبري والسهره بتاعتنا الحلوه، وعملنا كمان فشار ولب وقعدنا كده ايه سهرتنا الجميله كملناها مع بعض في البيت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، استودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. مع السلامه يا حبايبي.